عمرك سألت نفسك ليه الفسيخ أخطر من الرنجة؟ دي سمكة ودي سمكة، لكن واحدة منهم قادرة إنها تقتلك حرفيًا، لكن إيه السبب في اختلاف الخطورة ديّة؟ أول سبب هو اختلاف ظروف التصنيع، الرنجة واللي بيتم تصنيعها عن طريق التدخين يعني بتتعرض لحرارة، بالتالي بتقتل أي بكتيريا ممكن تكون موجودة فيها، طبعًا ده غير الملح اللي بيتحط عليها وكمان إن هي بتتحفظ في الفريزر أو في التلاجة. التبريد اللي بيعتبر وسط بيمنع تكون أي بكتيريا في الرنجة، ده غير كمان إن هي بيتم تسخينها قبل ما بتاكلها، بالتالي بتتعرض لحرارة بتقتل أي بكتيريا ممكن تكون موجودة فيها. لكن هل الرنجة بتعتبر آمنة بنسبة 100%؟ طبعًا لأ، ممكن تتعرض لبعض المشاكل اللي ممكن تتعرض لها عند التاجر واللي بتكون خاصة بالتخزين أو العرض، بالذات إن كتير من التجار ساعات بيخرجوها من التبريد وتفك طول اليوم وتبقى معروضة بره وبعد كده يرجعوها للتبريد مرة تانية. نيجي بقى للسمكة الأخطر فيهم وهي الفسيخ. طريقة التصنيع واللي هي بتكون عبارة عن نوع من أنواع التعفن أو التحلل، أنت بتاكل سمك متعفن أو متحلل. عدم حفظ الفسيخ بالطريقة الصحيحة بتخليه يتعرض لنوع من أنواع البكتيريا السامة، البكتيريا واللي بتقدر ساعتها إن هي تنمو داخل السمكة اللي أنت بتاكلها ديت. بكتيريا بتكون مسؤولة عن تسمم، لو ما تلحقش فأنت هتموت حرفيا. نسبة حدوث التسمم ديت قليلة مش كبيرة، لكن لما بيحصل بيكون ساعتها مميت. التسمم اللي أول ما بيحصل بتكون محتاج إنك تاخد مصل غالي بيكون موجود في مراكز السموم، وفي بعض المناطق ممكن ما تلاقيهوش. الفسيخ بيعتبر خطر على صحة الإنسان لكن بدون أي فايدة تذكر. فهل ساعتها الاستمتاع بالطعم يستاهل المخاطرة ديت؟ جزء كبير من الناس طبعا بتعشق الأكلة ديت، لكن حاول تاكله من مكان مضمون وتقلل منه على قد ما تقدر.